الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد. معي أستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم في هذا اليوم الذي أسعد فيه لقاءكم في مجلسكم الموقر. إن مجلس النواب المصري وعلى مدى سنوات طوال أسهم في تشكيل تاريخ مصر وواجه الحضارة الحديث في مختلف جوانبه، وأود بالتأكيد على الدور المؤثر لمجلسكم في تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدين الشقيقين. إن القناعة الراسخة لدى الشعبين السعودي والمصري بأن بلدينا شقيقان مترابطان هي المرتكز الأساسي لعلاقاتنا على كافة المستويات. وقد أسهم أبناء مصر الشقيق منذ عقود طويلة في مشاركتنا بالعمل والتنمية والبناء، ولا يزال بلد مستلم السعودية يستعد باستضافتهم. أصحاب المعالي والسعادة، إن معالي قضايا أمتنا بمقدمتها القضية الفلسطينية تتطلب منا جميعا وحدة الصف وجمع الكلمة، ويعد التعاون السعودي المصري الوثيق لشهد اليوم والحمد لله انطلاقة مباركة لعمل العربي والإسلامي لتحقيق توازن مع السنوات من الاختلاف وانتهاج العمل الجماعي والاستراتيجي بدلا من التشتت. قد أثبتت التجارب أن العمل ضمن تحالف مشترك يجعلنا أقوى ويضمن تنسيق الجهود خلال آليات عمل واضحة. من المهم أن تتحمل السلطات التنفيذية والتشريعية في دولنا مسؤولياتها الكاملة تجاه شعوبنا ومستقبل أمتنا، ونتعاون جميعا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة المشتركة لتخدم تنمية أوطاننا. إن هذا الموقع السعودي وجهت مصر العربية فرصة تاريخية لتحقيق قفزات اقتصادية هائلة من خلال التعاون بينهما، وخشينا والحمد لله خلال الماضيين توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والعقود الاستثمارية. كما اتفقنا على إنشاء جسر بري يربط بلدينا الشقيقين، وسيربط من خلالهما بين قارتي آسيا وأفريقيا، يكون بوابة لأفريقيا سيسهم في رفع التبادل التجاري بين القارات ويدعم صادرات البلدين للعالم، ويعزز الحركة الاقتصادية داخل مصر، فضلا عن أن هذا الجسر يعد معبرا للمسافرين من حجاج ومعتمرين والسياح، وسيتيح فرص عمل لأبناء المنطقة. وقد كان من ثمرات الجسر الأولى ما تم اتفاق عليه بالأمس العمل على إنشاء منطقة تجارية حرة في شمال سيناء، وهذا سيساعد على توفير فرص عمل وتنمية في المنطقة الاقتصادية، كما يعزز الصادرات لدول العالم. سنصبح بإذن الله باستثمار الفرص ستنعكس بعين أضخم على مواطنينا وعلى الأجيال القادمة. أيها الأخوة الأعزاء، إن المهمة الأخرى التي ينبغي أن نعمل من أجلها سويا تمثل في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، الذي تؤكد الشواهد أن العالم العربي والإسلامي هو أكبر المتضررين منه. قد أدركت المملكة السعودية ضرورة توحيد الرؤى والمواقف لإيجاد حلول عملية هذه الظاهرة، وتم تشكيل الاتحاد الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وتنسيق الجهود بما يكفل معادلة شاملة هذه الآفة فكريا وإعلاميا وماليا وعسكريا.
كما إننا نعمل سويا للمضي قدما لإنشاء القوى العربية المشتركة. وأسأل الله عز وجل أن يديم على بلدينا نعمة الأمن والأمان، وأن يزيد من تماسك أوطان العربية والإسلامية إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.